الخاتم قلب السوشيال ميديا، وهالخاتم هو بلغاري اللي لبسته نارين، واللي يعتبر قطعة نادرة جدا، رسميا من أغلى 18 خاتم بالعالم. خاتم نارين بيوتي صعب الامر على العزبيه، كل ما تقلب بالتليفون خاتم نارين بيوتي 18 مليار، 18 ألف مليارين، 6 ملايين، وكله بيهبط. خاتم الماس ازرق 18 عالميا. انا ما ورجيتكم لسه خاتم بكر، ورجيهم بكر. هذا الخاتم الأحمر، الألماس الأحمر اسمه، مأخوذ من قفة النين في جبال الهيمالايا. هذا الخاتم الوحيد بالعالم. بكر تسلق جبال الهيمالايا وأخذه من قفة التنين بإيده بذات نفسه. التنين عضني بس. عضك؟ من وين؟ المهم الخاتم الأزرق ما بيجي بربع الخاتم الأحمر تبع بكر. أيوه، ريحة قفة التنين فيه، ضبه. بعدين بكرة المذيعة المستفزة هي أكيد بتعرفوها، بتطلع بتحكي بكر اشترى خاتم الماس وبلعب على الحبلين. بقى تحكي كلام علشان تشد المشاهد مع انه ما فيش داعي. اسلم عشانها. مبروك نارين، نجت بكتابها ترند والكل بيسأل وين الشيخ. نارين مبروك كتير. حركة ايدك حاسك بتتوسل لحدا. نارين بيوتي اشترت خاتم الماس سعره 923 مليار و300 الف جنيه استرليني درهم اماراتي. يا بتبالغ يعني، انت مبالغ فيكي، انت كثير عليكي. يخرب بيت وقفتك، وحاسه مذيعه نشره جويه، انت فاهم؟ ايه منخفضات الليله راح نارين مبروك نارين. فرجيها الخاتم تبعي كمان مره. زي خلص عيوني زغللوا من الاحمر. والله حاسك ماسك مايك انت مش خاتم. والله غاضي يا زلمه. نارين بكر لبس الخاتم وراح يعمل بلبله في الاستوديو. نظراتها بتمثلنا، اخو رامي حلوة ومريش. تحسها مصمتة، بتحسها معها يعني في امساك على صمات على بصور. وقفتها هيك بتوقف حلوة ومريش. عارفة انا نفسي في ايه دلوقتي؟ عارفة انا بحلم بيه؟ نفسي يكون لي ابن منك افضل اشطف فيه. اخو رامي حلوة ومريش. كسر النت أكتر من عرس نارين، هم مش عارفين يتخطوا وبشجعوا فيه. راح تحلب ام العيله كلها، وهسه دخلت في اخو رامي، بكره راح تيجي في اولاد اختهم، وراح تيجي في العيله، ومش راح تنسى جدتهم. نارين جدتها شخ. ايش بدي انت كل العيله بخير لا تطلع خاتمك، خايف تعمل سلسله عليك. يا انت ما بتصدق اجيب سيرته. حلوة ومريش. هاي الوقفه تبعت الجاريات بايام الجاهليه مستفزه اكثر من صوتها. بتعرف لما يكونوا يهووا على السلطان، انت فاهم، بيكونوا تنتين جنبه. فرجيها الخاتم بركي لاقت اشي تنشره بكره. في تم بلعني اياه مره ثانيه. بس حلو يا زلمه خلص يا زلمه، فقعت لنا اياها للمراره. وقبل ما نفوت بالحلقه بحب اشكر المتابعين علشان صراحه دعمونا بالفيديو الاخير. وبدنا بهذا الفيديو كل فيديو جد انكم كفو. طبعا كل الحب للناس اللي بتحط لايك قبل ما تحضر الفيديو. انتوا راح اضلني احب فيكم طول ما انا بعمل فيديوهات. ولا تنسى تشترك بالقناه. وخلونا هسه نفوت بالحلقه. يسعد صباحكم او مساكم على حسب انتوا اي ساعه بتحضروا فيه. يا جماعة احنا غرقانين هالفترة بالترندات. غير نارين بيوتي عندك المرضع -1 ومحمد رمضان طلع في البراو وبقول لك هذه تراث بلدنا، احنا اصحاب بلدنا. انا عمري ما شفت فرعون لابس حمالات، عمري، مع اني حضرت يوزر سيف كامل. اني الاقي فرعون لابس بكيني ما لقيتش. يعني وين تراث اجدادنا انت اول رجل بتلبسه. انا بحس انك بتغير منها. بغير من مين؟ من ايش 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 ايش؟ ايوه ايش ايش، عشان هي بتعرف ترقص وانت لا يا ليفا. طارق ايه يا حبيبي؟ الصاجات عشان سخنت. انا بس اكثر اشي بحبه لمقطع محمد رمضان لما يحكي قول لي حكومتك، طلع السلاح وروح حارب. عزيزي المشاهد، هل تعلم انه محمد رمضان قاصد انه يعمل هيك؟ والله مقصوده. ولو بتلاحظوا كل ما يعمل مصيبه بينزل لك في اغنيه بتلبق للمصيبه، بيكون محضرها، يعني بيكون منزل ديس للجمهور. يعني عندك مثلا عمل طوشه مع ياسمين صبري وثاني يوم دسها في اغنيه، يعني ثاني يوم نزل اغنيه حتجيلي اسمها. ماشي شفتيني كتير وانا حنين، تعالي شوفيني وانا بأسى. وانتوا بتفكروا انه لبس اللي براه صدفه؟ لا، قبل ما يلبس هيك كان قاعد مع المؤلف ومع الملحن ومع الموزع الموسيقي. يعني هو لبس اللي براه وبعدين نزل اغنيه بحب اغيظهم.
بحب اغزهم وانا فارسهم. كل الناس بتحب تركب الترندات الا محمد رمضان بحب ينركب في الترند. يعني ما بدي، يعني مش عارف كيف اشرح لكم اياه. اسكت اسكت اسكت. في فرق كبير بين انك تركب الترند والثاني اللي شرحته. حاس حيطلع تايلاند ويكبر اللي لا اهدى شو يكبر، انا عارف شو قصدك. ما دام بدكش يعني احكي ورجيهم الخاتم تبعي. انت يا بتحكي يا بتورجيهم الخاتم. خليها كلهم مزبهلين صراحه، يعني اول مره بشوفوا خاتم الماس بشراشيب. كمية الميمز اللي نزلت على محمد رمضان اقسم بالله انا مستغربها نفسي. يعني بس ايش بضحك والله، بيستاهل ابو البكيني بيستاهل. هتروح اجتماع الرئاسه كده؟ كده ازاي يعني؟ اللي كده ازاي؟ صدرك كله طالع بره. الطب يتزحلق والله. وبعدين انا عندي اجتماع مع اهم كوادر في الدوله وهنناقش قرارات مصيريه. فعلا التوب يتزحلق، يعني احنا شوي كنا راح نشوفهم. دير بالك يا محمد عوره والله. حاسس حالي بتطلع على نيكي مناج مش على محمد رمضان. تعرفها المغنية هاي؟ شو بتبيع مغنية يعني باين من اسمها بسطة فلافل. كل ما اتذكر لما قال طلع السلاح وروح حارب والله بعملها حالي، بعملها بروح بتحمل من كثر الضغط. هذا محمد فلتان مش محمد رمضان. هذا محمد حيحان. تعالوا نشوف شو رأي المستشار مرتضى منصور في -1 وهو لابس الليبرات. الصور دي بتاعت محمد رمضان بجد، اللي هو ترتر وقميص نوم وبدة رأس. بالظبط. تصدق بأمل بالله؟ لا اله الا الله. افتكرتها رقاصة زنجية. ده محمد رمضان بجد ولا انت بتهزر؟ لا والله محمد رمضان فعلا مهرجان. ده تشيكو ليك واحد. افتكرتها رقاصة زنجية. انا بحبه الزلمه ده والله، ما بعرفش ليه بحسه ده زلمه دغري. لسانه طويل بس دغري الزلمه. فكر حاله راح يشرف بلده، عارنا احنا كلنا كدول عربيه. كنت طالع امريكا ولغيت الفيزا. كنت طالع امريكا ولغيت الفيزا. يا بكر انت قدمت على امريكا وقلت لهم انك مضطهد في البلد عشان يطلعوك. قولي انتوا عايزين تروحوا امريكا ليه؟ احنا اعوذ بالله من غضب الله شمال، احنا الاثنين عجل. وانا وسعيد ليبراريين منفتحين، مش انت منفتح يا سعيد؟ منفتح. صار لي ساعة عم ببكي، عندي صرصور بالبيت ومش قادرة اقتله. بكر عندنا مهمة بسرعة. ايش في؟ بدنا نروح، انت بتقتل الصرصور وانا بمسك البنت. راح اقتل الصرصور بقوة الخاتم السحرية. مات؟ الحمد لله موتت الخاتم. ليش انا اقتل الصرصور وانت تمسك البنت؟ يا بكر منهارة البنت يا زلمة، بدها طبطب عليها قبل ما تقتل الصرصور. طيب بس اقتله راح اجي اطبطب معك. يا سيدي تعال طبطب معي، مش وقته. اتصلت على البوليس ليجي يقتلوه، ما رضيوا، قالوا ما بيجوا كرمال هيك قصص. اتفضلي معاكي البوليس، هيني كاتب شرطة، احنا في خدمة الشعب قسم الحشرات، شو مشكلتك؟ عندي صرصور بالبيت ومش قادرة اقتله. انا راح افتح محضر بالصرصور، راح اخلي كل اجهزة الدولة تتحرك للموقع عندك، ما تقلقي. اسمع حكيتيلي، لون عيونك هدول لينسز ولا بتضحكي على الدولة؟ اعترفي. الرتب هاي ورثهم عن ابوي. بدكيش تحكي لي شو لابسه وقت الحدث، وقت ما دخل عليك الصرصور؟ شو كنت مرتدي؟ ده سجل في المحضر. حابب يهجم علي ويركض. يا عسكري. نعم سيدي وتاج راسي. تاج راسك؟ انت داخل على خطيبتك؟ اطلع لي على الموقع فورا وما ترجع الا وانت معتقل الصرصور. بدي اياه مكلبش وجلهون تجيب لي اياه، وانت طالع وصي لي على كاستين ليمون ومحدش يفوت المكتب نهائيا. سيدي خليه ب3 كاسات وابعت عسكري غير على الموقع. والله برمجك، غيرك بتمنى يدخل قسم الحشرات. انتباه يا عسكري. سيدي احنا حددنا المتهم وعرفنا شكله ولونه. عرفتوا شكله ولونه؟ ايش بده يطلع اشقراني الصرصور مثلا؟ ولا كيف بده يطلع شكله؟ ايه؟ روح لي على الموقع وسيبنا انا وياها لحالنا. ما حكيتي لي شو كنت لابسه اثناء وقوع الجريمه، هذا راح يفيدنا في المحضر عشان نعرف نحدد الصرصور. ويا ست هاي نشلحت الطاقيه عشان ما احسسك ان انا ضابط وانت متهمه، سوري وانت جاي تشكي. اعتبريني جوزك، واذا عشان الرتب شو اخذنا من الرتب. انا راح اسكر المحضر وافتح كتب كتابنا. يا عسكري. نعم سيدي. اطلع برا المكتب وتخليش حدا يفوت نهائيا تحت اي ظرف. اجيب شربات؟ جيب شربات، خلينا نبل الشربات. صار لي ساعة عم ببكي، عندي صرصور بالبيت ومش قادرة اقتله. البنات بيحبوا يكبروا المواضيع، بتحسهم مبالغ فيهم شوي. يعني ما سوري بنات، انتوا بتعيطوا عشان صرصور، بكر لسه متعشي سخين صراصير امبارح وصوص البستاشيو رش عليه. يعني هي طالعه على الكاميرا والبنت منهاره اعصابها تالفه علشان شو في صرصور في الغرفه عندنا. اطلعي برا. انا هوايتي اشوف الصرصور ملزق على كعب الكندره، يعني لما اشوف صرصور بحس انه هاي يعني زي لعبه ماريو، لازم اضل الحقه قبل ما لطه، ما بعرفش اسيبه في عادي. يعني بترن على البوليس عشان صرصور، طب احا سوري انتوا بتضطروني اقولها، بس انا بقول ما بدي.
يعني تخيل جد اكون عسكري قال وتجينا تليفون عندنا صرصور مثل هاي، رنيت على البوليس قال يجي الضابط يقول لي عندك مهمه في 3 خارجين من البلاعه اقتحموا سكن طالبات. يا سلم سيدي رمجني. وبدل ما يعطوك مسدس بعطوك شبشب على جنبك. طبعا بحط شبشب على جنبي، بتكون رتبتي منهل، شيء كبير بكون في المكان. بنات بس هبل جد خلص، يعني عارفين انكم كيوت بس مش لهالدرجه، يعني كوني كيوت بما يرضي ربنا. صار صورة عيتي اوفر دوس اوفر. يا ساتر اجتنا مأمورية في ام 44 داخله على مدرسة البنات وعامله بلبلة. احنا فدى الوطن وفدى البنات وفدى مدرسة البنات. الله محيي البطن اللي حملها. بلد بتنتج ازلام بالالف. قوم بنشوفه. يلا سلام، الوطن بنادينا. قوم بك.